السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. والنهارده هقول لكم على احلى طريقه واحلى تتبيله هتعمليها للديك الرومي الحلو ده. اول حاجه معايا ديك رومي وزنه 10 كيلو. الوزن طبعا كبير، فعلشان نسوي الديك الرومي ده بطريقه صح وما يبقاش اللحم بتاعه مفتل لازم نعدي بكذا خطوه كده علشان يطلع معانا اللحم جوسي وكله عصاره وما يبقاش مفتل وناشف. الديك متنضف كويس جدا من جوه وشايله الجزء بتاع الكليه اللي بيبقى موجود هنا. واهم حاجه اتاكدي ان الديك من جوه نضيف تماما عشان ما يبقاش فيه اي زفاره. انا مورقه كده ما بين الجلد واللحم. بعد كده اخدت الديك غسلته غسله كويسه بطماطم وليمون وملح ودقيق، وفضلت نقعاه في الغسله دي كده لمده ساعه. واول حاجه هنبتدي بيها واهم خطوه هي محلول النقع. وعشان نحضر المحلول النقع هنركن الديك ده على جنب دلوقتي. هنحتاج دلوقتي معانا اي طبق او علبه تكون كبيره. اهم حاجه انها تكفي ان احنا نحط الديك الرومي جواها ويبقى غطسان في الميه. هقول لكم دلوقتي ايه الحاجات اللي هنحطها للميه او للمحلول، بس المقادير اللي هقولها لكم دي لكل لتر ميه. كل لتر ميه من هنا هيحتاج ربع كوبايه سكر وربع كوبايه ملح. يعني انا تقريبا عامله 10 لتر ميه هحط لهم تقريبا كوبايتين ونص سكر وكوبايتين ونص ملح. ادي اول كوبايه سكر. ادي كده. ادي كده نص. مقدار الملح نفس المقدار اللي انا حطيته للسكر. حطيت دلوقتي كوبايه على ما اجيب ملح تاني. عندي كمان بقى دي شرايح برتقان، الحاجات دي منكهات بتدي نكهه حلوه قوي. وكمان نص البرتقانيه التانية عصرتها وبرميها في الميه. عندي كمان عصير ليمون، بعصر الليمون وبرمي القشر بتاعه. يعني مثلا ليمونتين 3 4. عندي كمان عودين زعتر وعودين روزماري، الحاجات دي منكهات. والبرتقان كمان منكهات، والحاجات اللي احنا هنحطها دلوقتي منكهات. طب ايه الاساسي في محلول النقع؟ الميه والسكر والملح، ده الاساسي بتاع محلول النقع. ممكن تستغني عن كل الحاجات دي، بس هي بتدي نكهات وبتخلي الطعم الرومي فيه نكهات حلوه قوي. حطيت دلوقتي العودين. عندي كمان شويه قرون فلفل اسود حصى، وشويه حبهان، كمان عود قرفه، شويه كمان من زر الورد. اقلب المحلول ده كويس قوي لحد ما ادوب الملح والسكر كويس جدا. ريحه المحلول خطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد الديك بقى ونحطه في قلب المحلول ده. اهم حاجه ان المحلول يكون مغطي الديك بالشكل ده. ويفضل بقى لو هتقلبيه على الناحيه التانية كده على الصدر، يخلي الصدر تحت علشان يشرب التتبيله بسرعه وتطر الانسجه بتاعته. هغطي بقى على الديك الرومي وهدخل العلبه دي التلاجة. لازم الديك يفضل في التتبيله دي او في المحلول ده مش اقل من 12 ساعه، يعني ليله كامله. ويفضل لو تسيبيه يوم كامل يعني 24 ساعه. العلبه دي حجمها كبير على التلاجة، فهنشيل الرف من النص ونحط العلبه جوه التلاجة. بصوا بقى شكل المحلول بعد نقع الديك لمده 24 ساعه. شايفين شكل المحلول اتغير ازاي والميه بقت معكره. وبقى الديك الرومي اللي عندي من غير اي زفاره، واللحم بتاعه والانسجه هتبقى طريه جدا. دي بقى اول تتبيله هنحضرها علشان نشرب بيها اللحم وخصوصا منطقه الصدر، علشان التتبيله تكون واصله للحم من جوه. عباره عن معلقه ملح، نص معلقه بابريكا، معلقه بصل بودره، معلقه توم بودره، معلقه من بهارات الفراخ، ونص معلقه فلفل اسود. وبحط عليهم نص كوبايه ميه وبقلبهم. بستخدم السرنجه بتاعه التتبيله دي لو حسيت ان التتبيله تقيله فخففيها بشويه ميه. ولو مش بتمشي معاكي يبقى تصفيها من البهارات او التفل بتاع البهارات اللي بيبقى في الارضيه. بنشف الديك كويس وبالسرنجه ببتدي احقن اللحم بتاع الديك من تحت الجلد زي ما انتم شايفين كده. وصلي التتبيله كويس للجزء بتاع الصدر بالاخص، علشان ده بالذات اللي هتحسي ان طعم التتبيله مش واصل له. فلازم لما تيجي تحقني التتبيله تدخليها لجوه خالص، وخصوصا لاعمق حته في الصدر علشان تحسي بطعم التتبيله فيها. وكمان برضو بنحقن الوراك علشان نتاكد ان التتبيله وصلت للحم كله. هشيله على جنب دلوقتي. هو اجيب عودين زعتر وروزماري بفرمهم ناعم بالسكينه وباخدهم على كوبايه الا ربع من الزبده. الزبده طريه بدرجه حراره المطبخ. باحط عليها توم بودرة وبصل بودرة ومعلقة ملح. أي تتبيلة بنعملها للرومي لازم نحط فيها ملح. وممكن تحطي توم فريش مفروم ناعم بيدي نكهة أفضل وبيكون الطعم أقوى كمان. باقلبهم مع بعض وباخد بقى الزبدة المنكهة دي بادهنها كده تحت الجلد. لما بتسيح مع الحرارة واللحم بتشربها بيكون اللحم طري قوي والنكهة بتاعته غنية. وكمان برضو دهني الجزء بتاع البطن كده دهنة بسيطة. بشيل بقى الديك الرومي على جنب وهنحضر دلوقتي التتبيلة الخارجية. عندي بصلتين اتنين وطماطمتين اتنين واربع او خمس فصوص توم كبار. واخدت كمان شريحتين صغيرين من قشر البرتقال ونص كوبايه عصير برتقال وعصير ليمونتين ومعلقه من المستردة. لو في زعتر وروزماري حطي معلقه هريسه ومعلقه عسل ابيض وربع كوبايه من الكاتشب. ولو في صلصه طماطم ومفيش كاتشب حطي صلصه طماطم. حطيت معلقه بابريكا ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين اتنين من الملح ومعلقه كبيره من بهارات الفراخ. وحطيت نص معلقه صغيره من الزعفران بيدي لون حلو قوي. وحطيت كمان ربع كوبايه زيت كبيره. واخر حاجه بقى باحطها كوبايه زبادي وبافرم الكلام ده كله كويس في الخلاط او بالهاند بلندر وبقت عندي التتبيله حلوه قوي.
التتبيلة دي هنتبّل بيها الديك الرومي من برّه، وكمان من جوّه البطن، والباقي هنشيله للخضار اللي هنحطه تحت الديك الرومي، علشان نتبّل بيها الخضار. فأخدت كمية كويسة وابتديت إن أنا أتبّل الديك من برّه ومن جوّه، وباغلّفه كلّه كويس جدًا بالتتبيلة دي. كل تتبيلة من التتبيلات اللي عملناها دي بتشتغل على جزء من الديك الرومي، علشان أي حتّة تاكليها تحسّي بطعم اللحم فيها، ما يبقاش اللحم دِلع، وما تحسّيش إنِّك بتاكلي لحم مايع من غير لا ملح ولا تتبيلة. باغطّي الديك بقى وباسيبه في التتبيلة دي ساعتين 3 كده قبل ما أشتغل فيه، ممكن هنا عادي تسيبيه برّه التلاجة، هو كده الجو برد، بس باقي التتبيلة اللي معاكِ بتدخّليها التلاجة. جهّزت بقى الخضار المتوفّر عندي، بس الخضار باسيبه بحجمه أو باخلّي القطع بتاعته كبيرة، يعني لو البطاطس صغيّرة باحطها زي ما هي، طماطم صغيّرة زي ما هي، لكن لو كبيرة باقسمها 2، وبرضه الكوسة سِبتها زي ما هي، الجزر الصغيّر سِبته زي ما هو والكبير قسمته 2، وحطيت 4 أو 5 فصوص توم، وأخدت باقي التتبيلة حطيتها على الخضار، وزوّدت شوية ملح وفلفل أسود وورقتين لورا، وابتديت إن أنا أقلّبه مع الخضار، والله ريحة الخضار خطيرة. باوسّع مكان بقى في النُص كده علشان أحُط الديك الرومي بتاعنا، ممكن كمان بقى لو تحبّي تزوّدي تحشي الديك الرومي من جوّه، تاخدي شوية خضار من اللي إحنا تبّلناهم وتحطّيهم جوّه بطن الديك، وممكن لو عندِك مشروم تزوّدي كمان برضه ما فيش أي مشكلة. باحُط نُص كوباية مَيّة في بطن الديك علشان تساعد في تسوية الخضار، وباجي بقى عند الرجلين بورقة فويل كده لفّاها بس لفّيها سميكة شوية، وباربط بيها الرجلين بتاعة الديك زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. آخر بقى شوية تتبيلة اللي كانوا في الطبق بتاع الديك حطيتهم على وش الديك، وكده التتبيلة والديك عندي جاهز. آخر حاجة بقى وأنا نسيت أعملها، إن أنا أحط شوية مَيّة، كوبايتين 2 مَيّة مع الخضار، بس أنا حطيتهم في الفرن بعد ما دخّلته على طول افتكرتهم وحطيتهم. بنغلّف الديك كويس أوي، أول طبقة بنحطها بتكون ورق الزبدة، وبعد كده باغلّفه بالورق الفويل طبقة و2 و3، تتأكدي إنه متغلّف كويس أوي علشان إحنا عاوزين نكمُر الحرارة علشان الديك يستوي معانا. أنا حطيت تقريبًا 3 أو 4 طبقات من الفويل، بس عشان ورق الفويل العرض بتاعه صغير، فباحط نُص هنا ونُص هنا زي ما أنتم شايفين كده. الديك الرومي بيستوي في فرن مسخّن مسبقًا على أعلى درجة حرارة، لازم قبل ما أشتغل فيه تكون الفرن سخن كويس أوي، بيقعد أول نُص ساعة على أعلى درجة حرارة، وبعد كده بانزّل الحرارة ل180. كل كيلو لحم من الديك الرومي بياخد من تِلت ساعة لنُص ساعة تسوية، على حسب نوعه هو بلدي أو أبيض. أنا الديك عندي كان 10 كيلو، المفروض في الطبيعي إنِّك تحسبي له 5 ساعات، بس هو أخد معايا بالضبط 4 ساعات ما كمّلش ال5 ساعات، وكان بقى دايب. بعد ما مَر ساعتين 2 فتحت عليه لقيته استوى كويس أوي، جهزت له بقى شوية تتبيلة كده، أخدت شوية من المَيّة اللي نزلت منه، وحطيت عليها معلقتين كاتشب ومعلقة صويا صوص، ودهنت بيها وش الديك. باحمّره بقى تحت الشواية، بس باغطّي الصدر والوركين عشان ما يتحمّروش بسرعة، والجناب تتحمّر الأول، وبعد كده باشيل بقى ورق الفويل اللي فوقه لحد ما يتحمّر الديك بالكامل. ده كده بقى شكل الديك الرومي بعد ما خرج من الفرن، وحطيته مع الرز بالخلطة. بُصّوا بقى لونه وشكله خطير. خلصناه وجهّزناه للتقديم. آخر حاجة بقى بنحط على وشه شوية المكسرات الحلوين دول، وتوصّي بالمكسرات. ده بقى كده شكل الديك الرومي بعد ما جرنشناه وحطينا بقى عليه المكسرات حطيناه على وش الرز. بصوا شكل الديك عامل ازاي، حرفيا الديك دايب دوب والتتبيله واصله لكل حته في الديك. طبعا انا مش هقدر ان انا افتحه دلوقتي علشان انا عندي عزومه، بس هو باين من شكله قد ايه هو مستوي. قدمت مع الديك الرومي جلاش باللحمه المفرومه وملوخيه خضراء وسلطات ومخللات، وعملت كمان صوص دمجلاس من المرقه اللي نزلت من الديك الرومي، وكنت عامله كمان محشي ورق عنب، والاكل كان حلو جدا. وكل عام وحضراتكم بخير.